طيب نبدأ لك بالجمال بالماضي. أنا عارف بأنه ممكن كثير ناس تساءلوا لماذا الآن حفيد تكلم عن جمال بالماضي ولماذا ينتقد. أنا سئلت فرديت على الجواب. قلت لكم من دحين بأنه أثناء المونديال كانت غصة كبيرة جدا. طبعا أكيد هنشوفه في المباريات ونتذكروا الهدف اللي سجله الكاميرون، نتذكروا تعثرنا أمام المنتخب الكاميروني، وأنا إنسان مثلك مثل أي واحد. وبعدين احنا ممكن عندنا بين قوسين قدرة على التأثير، والناس تنتظر منا معرفة وجهات نظرنا، لأنه ممكن يصنعوا رأيهم من رأيي أو من رأي محمد ومن رأي أي واحد، هذا أمر واقع. أنا حبيت نوضح بأنه ليس لدي أي مشكل مع جمال بالماضي كشخص ولا كمدرب للمنتخب الجزائري. غدوة يكون مدرب نشجعه ونشجع المنتخب الجزائري بنفس القوة وربما أكثر. سئلت هل جمال بالماضي يتحمل مسؤولية الإقصاء؟ قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية. أتحدى من يقول لي بأن جمال بالماضي لا يتحمل جزء من المسؤولية، كما اللاعبين، كما الاتحادية، كما ممكن حتى الإعلام، ممكن حتى احنا تحملوا جزء من المسؤولية على درجات. إذا حبينا نقدس الرئيس أو الوزير أو السفير أو المدرب لهذه الدرجة، فأعتقد بأنه يجب أن نتجاوز هذا الأمر كمجتمع. إذا حبينا نتطوره، وإذا حبينا نتغيره، إذا حبينا يكون فيه تحول في المجتمع الجزائري، يجب أن نخرج من هذه القداسة. لماذا لم تتحدث في حينها؟ نقول لك بأنه كاين أشياء لا تقال تماما، كاين أشياء لا تقال في حينها، كاين أشياء تقال في وقت آخر. احنا خرجنا من الإقصاء، كنا في حاجة إلى تضميد جراح، كنا في حاجة إلى الحفاظ على معنويات الناس. هذا دورنا احنا كإعلاميين. أي نعم أنا كإنسان تألمت، بصح ما لازمش نبكي قدام الناس، لازم نبين بأنني كنا نتكلم البارح مدرب مثلا جمال بالماضي. أنا أحزنتني صورة أنه بعد المباراة ينهار ويطيح، بعد المباراة اللاعبين انهار والجماهير انهارت، الإعلام انهار. أنت أب، أنت تروح تواسي اللاعبين تواك. طبعا هو يبقى جزائري وعنده قلبه وعنده مشاعره وعنده كذا، فممكن حاجة أكثر من طاقته. ولكن يجب أن نتكلم عن هذه الأشياء. عندما نتكلم عنها هذا لا يعني بأنه جمال بالماضي مدرب سيء، وعندما نتكلم عن فشله فهذا لا يعني بأنه فاشل. أنا قد أفشل في التعليق على مباراة أو تقديم برنامج، أو أفشل لمدة سنة، نكون ضعيف أو تعيس أو لسبب أو لآخر. ولا قلت جمال بالماضي لا يستحق تدريب المنتخب. وبعدين قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية، مثل كما كان له الفضل في إنجاز 2019. تتذكروا جيدا المنتخب كان مدمر آنذاك، وجد منتخب في حالة يرثى لها، فتمكن في ظرف 8 أشهر من إعادة بناء منتخب يفوز بكأس إفريقيا وفي مصر وباستحقاق. فلما تقول على حفيظ أشياء سيئة أو سلبية أو انتقادات، تقول عنه بأنه فيه أشياء.
يتكسر هذا الحاجز، لأنني سئلت فرديت بأنه ولازم يتكسر هذا الحاجز على مستويات كثيرة جدا، مش فقط على مستوى المنتخب. وأعتقد بأنه هذا دوري، ما عندي حتى بالعكس سأكون غدا من أوائل المشجعين بالماضي وللمنتخب. مادام لو تكون غدوة أنت مدرب المنتخب الجزائري سأقف معك بكل جوارحي وبكل ما لدي من قدرات وإمكانيات، لأنه هذا منتخب الجزائر. إن شاء الله أغلقت الملف هذا، وإذا سئلت سأرد بنفس الشكل. ليس إحباطا للمعنويات، لا، أنا نتمنى أنه جمال بالماضي يكون أفضل مما كان عليه ويصحح بعض الأشياء. أنا نتذكر بأنه في واحدة من الندوات الصحفية قال بأنه جاسوم يتحمل مسؤوليتي، فمعناه هو يقولها معليش، وأنا لما نقول يتحمل مسؤولية تصرف فيها قراءات، لماذا الآن وشكون اللي قال له، مش عارف، ما قال لي حتى واحد. والآن لأنني سئلت وكنا أثناء مونديال، لو ما كانش مونديال كذلك حتى الصحفي ما كان يسألني، حتى قادة بن عمار سألني في الشروق والله ما كان عارف، قال لي حفيظ ما كنتش عارف بأنه سئلت من طرف قناة أخرى. فكان سؤال بديهي يطرحه أي واحد. جو جزائريين كثر للدوحة شافوا المونديال تقريبا نفس السؤال الذي يطرح. بالنسبة للاستقرار من عدمه على مستوى الاتحاد، هو الاستقرار بالمطلق مليح في كل شيء، بما في ذلك في جمال بالماضي يعني مش، ولكن كان استقرار من استقرار. إذا نخليو حفيظ دراجي من أجل عيون حفيظ دراجي ومن أجل أنه نكسب ناس أو نعادي ناس، لا، من أجل مشروع، من أجل تغيير، من أجل نتائج أفضل، على العين والرأس. وبعدين هذه قرارات تاع اتحاد لازم نخلوها في نصاب. أنا مع الاستقرار إذا كان لازم، ومع رحيل الناس إذا كان لازم أنه يرحلوا، واللي قررهم الجمعية العمومية واللي قررهم الفنيين واللي قرره هو الشخص في حد ذاته. ما تقدرش أنت تبقى وزير أو مدرب وأنت عارف بأنه مش قادر أو ما قدرتش أو أخفقت. هذا لا يعني بأنك أنت فاشل، أخفقت في مهمتك. كاين ناس كثير نجحوا وأخفقوا بعد ذلك. سيد الوالي موجود، ممكن مر على ولايات وما وفقش فيها، ومر على ولاية أخرى ووفق فيها. ما عندوش علاقة بشخص وفق لأسباب معينة ولم يوفق كذلك لظروف وأسباب معينة.